اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا مخالفه على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي الكره جايه في يد لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا لمسه اليد موجوده والحكم ادى لعيب النادي الاهلي انذار. لكن قبل الكره ما تيجي في يد لعيب النادي الاهلي هنشوف مع بعض، هتلاقي لاعب سيراميكا اصلا عامل دفعه بظهر لعيب النادي الاهلي باستخدام اليد زي ما احنا مش شايفين مع بعض. يعني هنا لعيب سيراميكا عامل مخالفه قبل الكره ما تيجي في يد لعيب النادي الاهلي، والحكم موجود وشايف المخالفه. فالطبيعي هنا ان انت حتى لو مش هتحسب فاول لصالح النادي الاهلي، ما ينفعش تحسب عليه المخالفه وكمان تديله انذار. هي هنا لمسه اليد موجوده، لكن قبلها كان في ايه؟ كان في دفع بظهر لعيب النادي الاهلي باستخدام اليد. لكن طبعا هنا الحكم حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. نروح للحاله اللي بعديها، هنا مخالفه على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برضو مخالفه على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب سيراميكا، وهنا الحكم حسب فاول وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا مخالفه على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض برضو هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا مخالفه على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا برضو هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا يعني حاجه غريبه جدا. بص هنا لعيب سيراميكا هتلاقي برضو هنا اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، ما لعبش على الكوره، يعني هنا لعب على جسم لعيب النادي الاهلي. استخدام اليد منع اللاعب ان هو يعدي. هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. طيب حتى لو انت حكم واديت اتاحه فرصه، لازم ترجع وتدي اللاعب انذار، لان هنا التعمد موجود وما لعبش على الكوره وعمل مخالفه مع لعيب النادي الاهلي. لكن هنا حكم ما طبقش القانون وما رجعش ادى اللاعب انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا في فاول لصالح لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لاعب النادي الاهلي، هنا الحكم حسب فاول بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا برضه هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهي حاله الطرد. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب سيراميكا برضه ما لعبش على الكوره. نشوف مع بعض هنا اللاعب حط جسمه قدام لاعب النادي الاهلي علشان يمنعه ان هو يعدي ياخد الكوره. طبعا هنا الحكم اداله الانذار الثاني، وطبعا قرار الحكم قرار سليم واكد عليه الفار.